مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، اتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. يوه، حاضر حاضر يلا على الباب. هند، الحقيني يا طنط. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ حاتم اغمى عليه وتلاقيت خبط عليه ما بيفتحش، مش عارفه اعمل ايه. يا ساتر يا رب، استني يا فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل يا فرج الواد من على الارض. وانت يا هند يا بنتي هاتيلي كوبايه ميه بسرعه. مالك يا بنتي، في ايه؟ صاحبه كمان واقع هنا. روح يا فرج، شيل بسرعه. الحمد لله على سلامتكم يا ولاد. الله يسلمك يا طنط. معلش انا عارفه اننا قلقناكي وتعبناكي معانا. ما تقوليش كده يا بنتي، اهم حاجه انهم امولنا بالسلامه واطمنا عليكم. هسيبكم بقى انا ترتاحوا شويه، ولو احتجتوا حاجه انا موجوده. ربنا يخليكي يا طنط، بصراحه انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. يا حبيبتي ما تقوليش كده، انتوا زي ولادي، ربنا يطمني عليكم يا رب. بالاذن انا بقى. اخص عليك يا حاتم، خضتني عليك يا اخي ونزلتني جري من البيت وملحقتش اكلم بابا. وايه موضوع ياسمين اللي اختفت ده؟ ايه ياسمين؟ مين اللي اختفت؟ في ايه يا حاتم؟ الشيء ده لما ظهر لي امبارح قال ان ياسمين اختفت من عالم البشر. ماتت؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بعد الشر عليها. ما هي مش موجودة في عالم البشر، ملهاش تفسير تاني، تبقى ماتت. سردينة اسكت، ابوس ايدك، انا اصلا متوتر لوحدي. اهم حاجه دلوقتي نوصل لعم امين. ابوك تليفونه مقفول ليه؟ في المكتب زي ما قلتلك، ما انت عارف انه بيحب يقفل تليفونه لما بيكون هناك. طب يلا بينا على المكتب بسرعه. ايه ده؟ هو دكتور امين متعود يسيب الباب مفتوح كده؟ باب مفتوح ايه؟ ده مكسور، اوعى كده. بابا يا بابا، الباب مكسور وبابا مش هنا يا حاتم. ايه دي يا هند؟ بابا اكيد اتخطف. الظاهر يا حاتم اننا ملحقناش دكتور امين وحصل ياسمين. هو ايه اللي بيحصل يا حاتم؟ انا اخر واحد ممكن يجاوب على السؤال ده دلوقتي. يا نهار ازرق، يعني هنختفي احنا كمان؟ اهدوا يا جماعه، انا بقول احنا ندور على اي حاجه يمكن نلاقي حاجه تساعدنا. انت السبب في اللي احنا فيه ده كله. على فكره ملوش لازمه الكلام اللي بتقوليه ده. طول عمرك بتاع مشاكل يا حاتم، واحنا اللي بنتصدر فيها كل مرة، لكن المرة دي جت في حاجة كبيرة قوي، جت في ابويا يا حاتم. ايه ده؟ في ايه؟ حاتم استنى يا حاتم. طب اسمعني يا حاتم. طب شفت انا لقيت ايه؟ طب بص يا حاتم، بص يا حاتم، الورق ده شكله فيه حاجة مهمة. ورق ايه ده؟ ولقيته فين؟ لقيته على المكتب، كان في وسط اوراق كلها مبهدلة وكلامها مكعبل، مش فاهم فيها حاجة، بس الورق ده كان مفتوح، والظاهر ان الدكتور امين كان بيقرا فيه قبل ما يتخطف. الكلام اللي مكتوب فيه غريب جدا، قصائص من الجحيم وثوب السفليين طلاسم الحكم. وده معناه ايه؟ مش عارف، مش فاهم اي حاجه. الو حاتم؟ ايوه مين معايا؟ انا علياء اخت ياسمين. ازيك يا علياء؟ خير، حصل حاجه؟ ياسمين لما رجعت امبارح متاخر شدينا مع بعض، ولما طلعت اصالحها ما لقيتهاش، معرفش راحت فين، وسايبه تليفونها وانا قلقانه عليها جدا من امبارح ومش عارفه اعمل ايه. بس لقيت في اوضتها بوكيه ورد ومكتوب عليه اسمك، فقلت اكلمك يمكن تعرف اي حاجه عنها. بوكيه ورد؟ بوكيه ورد دي انا ما بعتش حاجه. ازاي ما بعتش حاجه؟ ده اسمك موجود على الكارت.
انا بجد معرفش اي حاجه عن الورد ده. الظاهر ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. ما هو مش طبيعي تجيلنا البيت النهارده وتاني يوم على طول ياسمين حالها يتلخبط وبعدها تختفي، ولا ورد عليه اسمك وتقولي معرفش حاجه عنه. انت لو ما فهمتنيش ايه اللي بيحصل دلوقتي حالا انا هبلغ البوليس. اسمعي يا علياء، انا بجد معرفش اي حاجه عن ياسمين، فبعد اذنك بلاش حوار البوليس ده. انا كلها ربع ساعه بالكتير وان شاء الله هكون عندك، لان بجد انا مش فاهم اي حاجه. لو ما جيتش خلال ربع ساعه زي ما بتقول انا هبلغ ان انت اللي خطفتها. ماشي يا علياء. ما قلتلهاش ليه يا حاتم على موضوع العفريت وانه قال لك انها مش موجوده؟ لو قلت لها اي حاجه هتتاكد ان ليها علاقه باختفائها، وهي اصلا شاكه لوحدها. وبعدين دي بتقولي ان في بوكيه ورد هناك مكتوب عليه اسمي، وانا ما بعتش حاجه، واكيد مش هينفع اقول لها ان في عفريت قال لي انها اختفت، وش هتقول علينا مجانين. طب والعمل دلوقتي؟ بص، احنا نروح البيت عند ياسمين وكاننا مش عارفين اي حاجه، هنحاول نحكي الموضوع كده بالتدريج واحده واحده عشان نهدي الدنيا، وبعد كده نبقى نشوف بقى هنعمل ايه. حاتم انا خايف. ربنا يستر يا سردينة. هات القتل ورا ده، يلا بينا من هنا. حاسب يا سردينة. جماعة ارحموني، مش كل آخر حلقة هنقف الوقفة دي. قلت خلاص محدش هيقول أسماء تاني. أعتقد بأنه حان دوري. باشا، ما عدا أنت طبعا. اتفضل. أسماء الممثلون حسب الظهور: مهيتاب موسى، إيناس فكري، عمرو ياسر، محمد أسامة، سلمى عليان. أسماءكم غريبة. احنا اللي اسمائنا غريبة برضو. اسمه شهيام وبيتكلم.